السلام عليكم. ادرك واستدرك، هذان قانونان جميلان لمن يريد أن يتكامل ويدرك الكثير من المعالي التي وضعها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان خاصة وفي كل الحياة. ادرك، عليك أن تسبق الزمن، تتعامل مع حياتك على أنها محطات لا تتوقف. إذا توقفت فعمرك لن يتوقف، وإذا ركنت فأيامك لن تركن. غيرك سيسبقك بمجرد أن تقف. عليك أن تتحرك ثم تتحرك ثم تتحرك. فإن فاتك شيء ولم تدركه ولم تصل إليه، عليك بالتدارك، وهي القاعدة الثانية. فنحن في الحياة بين أمرين، بين شيء ندركه وبين شيء نتداركه. لا تتعود على تفويت الأشياء دون تداركها. إذا فاتتك صلاة الليل في شهر رمضان عوضها في النهار، وإن فاتك دعاء الافتتاح في أول المساء عوضه في آخر الليل، وإن فاتتك جلسة فقهية عوضها في وقت آخر، وإن كان لديك برنامج ثابت بحضور مجالس الذكر والإرشاد والوعظ وفاتك ذلك الموعد، عليك أن تتدارك. لا تعود نفسك على التضييع فتضيع.